ازاي تتعامل مع ابوك. اتكلمنا في الفيديو اللي فات عن عقوق الاباء وازاي ان في اباء كتير بيظلموا عيالهم من غير ما يحسوا. قلت في الفيديو ان المشكله مش في عقوق الابناء بس، لا، ساعات الاب نفسه يكون سبب في عقوق ابنه. فاكتر سؤال اتكتب لي في الكومنتات، انا كابن اتعامل ازاي مع ابويا لو هو نفسه بيتعامل معايا غلط؟ يعني لو ابويا ده دايما ظالمني ودايما بيشتمني ويزعق لي على اقل غلطه، يعني ارد عليه ولا ازعق له ولا اخليه يغني مع نفسه واسيبه وامشي؟ هلا اعمل ايه؟ يعني اصل الحاج عندي خلقه ضيق ومش طايق لي كلمه. خلينا في البدايه برميل شايل ان الموضوع ده خطير. طيب خليني اقول لك ازاي تتعامل مع ابوك من خبرتي، من تجربتي انا شخصيا. الحقيقه ان في مجتمعنا احيانا تكون طريقه التعامل مع الابناء غلط، وفي كتير من الاحيان بتوصل مع الاب لدرجه الضرب والشتيمه والعقاب. مفيش خروج، مفيش مصروف، مفيش اكل معانا، يمشي كل لوحدك هناك. فبتوصل مع العيل ان هل ابويا بيحبني؟ هل ابويا عنده احساس الابوه زي ما انا حاسس ان انا ابنه؟ ولا ابويا ده بيكرهني وماسك لي في كل صغيره وكبيره او اي عناد وخلاص؟ وما تستغربش من اللي بقوله لك ده. في شباب كتير لما تساله عن ابوه يقول لك يا عم ربنا ياخده ويريحني منه. طب ليه حبيبي؟ في ايه يا عم؟ ده بيعمل وبيعاندني وبيقف قصادي في اي حاجه بعملها. وخلي بالك طبيعي جدا ان الشاب ده يبتدي يفكر بالطريقه دي، لانه مش فاهم اصلا ازاي يتعامل مع ابوه. هو شايف ان كل اصحابه وكل الناس اللي حواليه عايشين حياتهم مبسوطين وابوهم سايبهم براحتهم، وفي نفس الوقت ده ابوه بيزعق له على ماتش الكوره اللي بيلعبه، بيشتمه لما بيرجع متاخر بالليل. فتلاقي دايما الشاب دماغه تعباه وشايف دايما ان ابوه غلط وانه لازم يتخانق مع ابوه ويرد عليه. فخليني ببساطه كده اقول لك ازاي تتعامل مع الحاج الوالد، الراجل الكبير العسل اللي قاعد في البيت ده. في البدايه لازم تفهم انه وانت رايح ابوك راجع، فهو محتاجك تسمعه بس. وحط لي تحت تسمعه دي مليون خط، لان يا باشا الحاج تصوراته عن الحياه وفكرته عن الدنيا دي غير فكرتك، انت لسه شباب صغير وطايش. هو بقى خايف عليك تضيع منه، فهو محتاجك تسمعه لانه فاهم احسن منك ولانه ابوك برضه. فلما يقول لك انت عملت ويزعق ويعلي صوته، لو انت رديت عليه في الوقت ده، لو انت في وسط الصوت العالي ده قلت له لا انا ما عملتش كده، اسمح لي اقول لك ان انت ما فيش اغبى منك، وانك خسرت الحوار ده مع ابوك، وان ابوك في اللحظه دي معاه حق. ليه؟ لان ابوك محتاجك تسمعه. وافهم يا غبي، ابوك محتاجك تسمعه لانه شايف انه ابوك ومن حقه انك تسمع له. وطول ما انت ما بتسمعلوش هو مش هيسمع لك، وهيزيد معاه الزعيق والصوت العالي، فالمشكله بتزيد معاك يعني. طب نحل المشكله دي ازاي؟ بحاجه بسيطه جدا، ان انت تسكت. طول ما ابوك بيتكلم وبيزعق قول له حاضر واسكت. انت كده بتفرض احترامك على ابوك، فبتحسسه انك محترمه، فهو بنفسه هيهدى لانه هو عاش دور الابن وعاش دور الاب. هو عارف وفاهم كويس جدا انك طالما قلت حاضر وسكت كده انت محترمه، وكده انت حسسته بالابوه. واوعى والحاج بيزعق تدخل معاه في تفاصيل الكلام اللي بيعصب وبيزعل اي عيل صغير، ما بالك ابوك اللي هو اصل يا ابويا انت مش فاهم، اصل انت ما شفتش اللي حصل، يا ابويا هو اللي قال لي مش عارف ايه. انت غبي يا ابني، انت في ايه هنا؟ بتقول لابوك انت مش فاهم؟ انت بالنسبه لابوك ايه غير ليله خميس سعيده من 20 سنه وبقيت جحش قد كده واقف قدامه بتقول له انت مش فاهم؟ لا ده انت اللي مش فاهم بقى، انت اللي مش فاهم وابن 60 مش فاهم. فاهم انت؟ فاول حاجه اسكت، ما تقطعوش، ما تردش عليه، سيبه يقول كل اللي عنده. اعتبر انك بتاخده على قد عقله، واعتبر عشان ابوك بعقله مش واحد مضرطش. واوعى الشيطان يدخل لك من حته اللي هو سيبك منه يا عم خليه يتكلم من الصبح نفضه. لا، ولا تقل لهما اف. وكمان جمله ما تكلمنيش كده وانت بتزعق لي ليه وبتعلي صوتك عليا ليه؟ انت هتعلم ابوك الادب؟ انت هتعلمه يتكلم ازاي ولا يتصرف ازاي؟ بالعقل كده عقلها يعني. طيب انت قاعد بتاكل لقيت الحاج داخل يتهمك بحاجه انت ما عملتهاش اصلا، فانت تقعد تدافع عن نفسك وهو بيقول لك لا ده خالك قال لي انا مش هكدب خالك. وابوك في النقطه دي بيبقى عنده حق. ليه؟ لانك غبي ومش فاهم. ابوك داخل بيسالك سؤال انت ليه بتدافع عن نفسك، هو كده بيقتنع ان انت فعلا عملت كده. ليه؟ لان اي سؤال في الدنيا قصاده اجابه. هو بيسالك سؤال يبقى محتاج اجابه، محتاج معلومه، وانت زي الحمار لا انا ما عملتش كده وهكلم خالي وهعمل واسوي. فبتثبت لابوك ان انت غلط. فالصح انك تسيبه يطلع كل اللي عنده وتقول له حاضر وتسيبه يهدى خالص، وبعدين ترجع له وتعاتبه. ليه؟ لان العتاب ده من الادب. انما شغل تقعد زعلان مني يومين ثلاثه ومش بتكلمه، ده انت كده بتخدم ربنا قبل ما بتخدم ابوك. وبعدين حد يخاصم ابوك؟ يا ابني ابوك يعني انت كنت يعني مش عارف اشرح لك ازاي. والعبيط الغبي فاكر لما يخاصم ابوه يومين ثلاثه ابوه هيجي ويصالحه ويبوس دماغه ويقول له حقك عليا يا ابني. يعني مين فهمك انه ممكن في يوم من الايام يحصل معاك كده؟ حتى لو انت صح، يعني حتى لو انت مش غلطان وهو فاهم غلط، عمره ما هيعمل كده. بالعكس، انت طول ما انت مخاصمه وبتفهمه انه بيتعامل معاك غلط وانه غلطان، ابوك هيزيد الطين بله وهيتعامل معاك
غلط اكتر واكتر. وعنده حق بصراحه، يعني لو انا ولا انت مكانه هتعمل كده ليه؟ لانك اب، انت مؤسس العيله. فزي ما قلنا تسيبه يهدى خالص، وبعدين ترجع له تبوس دماغه، وهتلاقيه يقول لك لا ما تبوسش دماغي. تقوم انت ايه ماسك دماغه كده بايديك الاثنين وتبوسها وتقعد قدامه وتعاتبه. خلي بالك يا حاج انا ما عملتش كده، وحتى اسال امي كانت واقفه وفلان بيحور عليك وبتاع وبيوقعنا في بعض، تديله ايه الكلام اللي احنا بنقوله ده، هتلاقيه اتغير مليون درجه، وتعابير وشه اتفردت كده واتبسط. طب ليه يا حبيبي ما قلتليش وما فهمتنيش؟ وتبدا ايه تاخد وتدي معاه، وهتلاقي المشكله اتحلت. طب لو انت غلطان يعني عامل مصيبه كبيره، هتقول له ايه ده حقك عليا يا ابويا وانا مش هكررها تاني، وانت ابويا وماليش غيرك، ونقط له دمعتين كده مش خساره فيه حتى لو بالكده. هتلاقيه بدا ينصحك، وانا نفسي تطلع احسن مني وما ينفعش تعمل كده. فانت حتى لو انت عامل المصيبه دي مليون مره، لو اتعاملت معاه بالطريقه دي هيسامحك في المليون مره. لو بتعمل الغلطه دي 10 مرات في اليوم هيسامحك 10 مرات في اليوم. ليه؟ لان انت اديت له مساحته واحترمته وحسسته بالابوه وعرفته انك ولا حاجه من غيره، لانك اصلا ولا حاجه من غيره فعلا. يا اخي ده ربنا لما بعت سيدنا موسى وهارون لفرعون قال لهم وقول له قولا لينا. ده فرعون اللي طغى وتكبر وقال انا ربكم الاعلى، فقول له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى. يعني فرعون بجبروته ممكن يلين بالكلام الحلو، بالك ابوك يا خصوصا اصلا ان هو عايش في هم وغم وشغل ولبن ومدارس العيال والثلاجه اللي عايزه تتصلح والانبوبه اللي فضيت، فهو اصلا عايش في ضغوطات، ويمكن بسببها لما بتغلط ما بيقدرش يسيطر على نفسه وعلى غضبه فبينفجر فيه. طيب لحد امتى تتعامل بالطريقه دي؟ لحد ما ابوك يفهم انك انسان عاقل وفاهم وراسي، ويحس انه ينفع ياخد ويدي معاك. والايام كفيله انها تغيره يا صاحبي. النهارده يمكن شايفك عيل صغير وخايف عليك، بكره يشوفك راجل. فاصبر كده وايه، وافتكر ان التعامل مع ابوك ابسط من انك تزعله منك او تخاصمه، وكل كلمه بتقولها لابوك النهارده هترجع لك بكره اضعاف، سواء في قلبه او في عيالك اللي هيعملوا فيك زي ما عملت فيه. ودي الحاجه اللي انا فهمتها، بس فهمتها متاخر قوي قوي يعني. وما تنساش انك ايه تعمل لايك كمان تمخمخ عشان تبقى واعي. سلام.